عزف النشيد الوطني بقلب العاصمة الجزائرية إثر تأهل المصارعين المغربيين زياد أيت أوغرام والمهدي المسعودي أول أمس لأولمبياد ريو بالبرازيل بعد تألقهما الكبير في إقصائية اللعبة بالجزائر. أقوى لحظات التتويج مع حسن الحريري. عزف النشيد الوطني المغربي في قلب العاصمة الجزائرية معلنا عن تألق المصارعة المغربية التي ستكون حاضرة في أولمبياد ريو هذه السنة بمصارعين. المصارع المغربي على الصورة زياد أيت أوغرام في وزن 75 كيلوغرام أبهر المتتبعين عندما حقق التأهل إلى البرازيل محتلا المركز الأول بعد انتصاره على المصري محمود فوزي رشاد ب8-0. المصارع المغربي الثاني الذي حجز البطاقة الثانية هو المهدي المسعودي في وزن 56 كيلوغرام، انتصر على الجزائري بلال بن ربيح ب8-6 في مقابلة مثيرة. المنتخب الوطني احتل المركز الثاني في هذه الدورة بعد مصر متقدما على 24 دولة مشاركة حاصلا على مجموعه 46 نقطة، متقدما على الجزائر البلد المنظم ومتألقا على دول قوية عجزت عن تحقيق التأهل كما هو الحال بالنسبة لتونس وجنوب إفريقيا. هذه نتائج تأتي كثمار مجهودات يقف وراءها المدرب الإيراني وطاقمه الفني إضافة إلى مدربين من مصر وبمرافقة من 3 أطر مغربية حصلوا على دبلومات التدريب المصنف من طرف الاتحاد الدولي. نتيجة التأهل راجعة بالأساس إلى برنامج الرياضة عالية المستوى التي مكنت المصارعة المغربية من تحقيق حلم التواجد في الأولمبياد.